كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. وأنا لم أجد لهذه الكلمة أي مصدر من المصادر الحديثية المعروفة. وبعض المحققين أيضا ذكروا أنه لم يوجد أي مصدر معتبر لهذه المقولة المشهورة. نقيض هذه المقولة نجدها في الأحاديث الشريفة. الإمام المجتبى صلوات الله عليه خاطب سيد الشهداء وقال له: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. طبعا لعل الذين يقولون ذلك يقصدون أن الصراع بين الحق والباطل ممتد على مدى الأزمان، ولكن كل أرض كربلاء، لا توجد هنالك أرض كأرض كربلاء، ولا يوجد هنالك يوم كيوم عاشوراء. هذا النوع من التقييم تقييم ناقص، ربما يكون تقييما خاطئا. التقييم الصحيح هو التقييم الشمولي. هل تجدون تضحية كتضحية سيد الشهداء في العالم كله؟ إبراهيم الخليل نموذج واضح للتضحية في سبيل الله، ولكن تضحيته الله جعل لها حدا، ولكن سيد الشهداء ما كان حدود لتضحيته، اختار التضحية التي لا مثيل لها في التاريخ. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين. لذلك تجدون في الزيارات: السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله. هذا لقب خاص لسيد الشهداء، لا يمكن أن تقاس أي تضحية بتضحية سيد الشهداء، ولا يمكن أن تقاس أي ثورة بثورة سيد الشهداء، ولا يمكن أن يقاس أي ثائر بشخصية سيد الشهداء.